حاول العرب تطبيق الحل السلمي الذي توصلوا إليه في قمتي الرياض والقاهرة، وقامت اللجنة الرباعية المنبثقة عن القمتين بالاجتماع في بيروت. كانت الغاية تطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 1969 وجمع الأسلحة من مختلف الأطراف، ولكن سرعان ما دب الخلاف. هالربط هيدا السياسي كان بدأ من خلاله واضح أنه يصير في خلاف لمعنى تنفيذ اتفاقية القاهرة بين السعودية وسوريا. سوريا بدها تطبق اتفاقية القاهرة بالمعنى القصري الضيق، بحيث حقيقة تمسك بالفلسطينيين، والسعودية تريد تنفيذ اتفاقية القاهرة بالمعنى الواسع المرن، بحيث تترك للفلسطينيين هامش حركة تجاه سوريا. اتخذ قرار شكلي مثل العادي، ما تنفذ شيء منه. نحن ظاهرين من قاعة الاجتماعات، بيتقدم مني أحد وزراء خارجية دول الخليج، ما رح سميه، بياخذني بكتفي هيك بيقول لي يا أخ فؤاد، كل اللي قلته صحيح، نحن بنعرف إنه معك حق أنت، بس الظروف إنها ما بتسمح لنا إننا نعمل شيء كتير مشان نكون. بشبه الأمر بشخص واقع على الأرض والأرض فيها عليها صابون بتزحط، ما بنتجرأ نختن لمك خوفا من إنه نوقع فوقك، حرفيا. باتت سوريا اللاعب الأساسي على الساحة اللبنانية. كانت الأمور تسير باتجاه غير ما نرغبه. لماذا؟ دائما وراء الأحداث اللبنانية خلفية عربية. أنا أجزم أن ما تجرى من تطورات وبعد اتفاق القاهرة والرياض نشأت أوهام إقليمية، بما في ذلك عند القيادة في سوريا بإمكانيات مؤتمر دولي لحل شامل لأزمة الشرق الأوسط، بعدما أثبتت سوريا أنها قد أمسكت بالورقة الفلسطينية واللبنانية من خلال دورها في لبنان. وحذر بشير الجميل من عودة الحرب إذا لم يطبق اتفاق القاهرة. إننا قلقون جدا من أنه إذا لم يتم تطبيق اتفاق القاهرة، وإذا لم ينصع الفدائيون ولم تنصع المقاومة الفلسطينية إلى قوانين وأنظمة الحكومة اللبنانية، فإننا نخشى تجدد القتال، لأننا كلبنانيين لن نقبل أبداً أن نرى بلادنا أو أن نرى قرانا أو أن نرى زوجاتنا بل وكل ما نملك تحت سيطرة الفلسطينيين. إذا لم يحترم اتفاق القاهرة فسوف نكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا. عقد قادة الجبهة اللبنانية خلوة أعلنوا في أعقابها ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية وتوزيع الفلسطينيين المقيمين في لبنان على الدول العربية. كان كمال جنبلاط يدرك أن الحل قد تم بدونه، وأنه قد يضطر لدفع ثمن معارضته القوية لدمشق وحديثه عن الوجه العلوي للحكم في سوريا. وأنا أعتقد أنه لما كمال جنبلاط بلش يدخل إلى هذه المعادلة الممنوعة، أي الكلام عن الصراع العلوي السني، أو الصراع أو الكلام عن تحالف علوي ماروني، كان عم بيرتكب ما يمكن أن أعتبره الخطأ الجسيم. عندما توجه يعني الوفود توجهت إلى الرياض، كان لنا وجهة نظر أن توجه دعوة إلى كمال جنبلاط على هامش المؤتمر كي يتم تسوية المواضيع
في الرياض بين الجميع، فما كان أحد يقبل يعني لا كان المصري يتحمل المسؤولية ولا الفلسطيني يتحمل المسؤولية. فشعر كمال جنبلاط أنه خلص تم استفراده، ومن ثم اجى من يوجه له دعوة إلى استضافته كلاجئ سياسي، فعرف أنه هو صار وحده. قرر وما كان يردده عندما أجاب لسفير الهند وسفير الجزائر والقائم بالأعمال السوفيتي، أجابهم أني أنا أريد أن أعود وأن أدفن في بلدي، في وطني، في ضيعتي. أنا عرف مصيري فأنا برجع. وهيك إجا لهون. في 16 من آذار مارس اغتيل زعيم الحركة الوطنية كمال جنبلاط في معقله في جبال الشوف على مقربة من حاجز للجيش السوري المنضوي تحت لواء قوات الردع العربية. كمال جنبلاط رجل عظيم، وعملاق، قتل لأنه عظيم وعملاق. استخدم القتلة سيارة تحمل لوحة أرقام عراقية، ولكن أحدا لم يقتنع بوجود دور عراقي في اغتيال زعيم الحركة الوطنية. كان السؤال المطروح: من قتل كمال جنبلاط؟ سوريا قد تكون لم تحذر كمال جنبلاط، قد أنا لم أكن مسؤولا لأعرف، لكنها سوريا ليست مسؤولة عن أمن من اتفق مع عرفات على قتل الجنود السوريين. يجب أن تعرف هذه النقطة حساسة جدا لدى الجيش السوري ولدى أجهزة أمنه. قد تكون علمت بأن هناك محاولة اغتياله ولم تحذره لأن العلاقات قطعت. أما أن تقول أن سوريا أمرت بقتل كمال جنبلاط هذا غير صحيح. لم تسيره القيادة السورية لظروفها الخاصة، وكانت قالت سوريا آنذاك لكمال جنبلاط: لا نستطيع أن نتخطى حدودا معينة، ستدخل إسرائيل. وقع تناقض كبير سياسي. وأتى آنذاك، أذكر للتاريخ أقول هذا، أتى آنذاك جملة من المحرضين من اليسار اللبناني، من الفلسطيني، ومن بعض المشبوهين، نعم بعض المشبوهين الذي كانوا إلى جانب كمال جنبلاط، وقالوا له: أنك في مواجهتك هذه استمر، ولا بد أن يسقط النظام السوري. لا غير معقول أن تأتي سوريا إلى لبنان لتساعد المسيحيين، اليمين المسيحي ضد المسلمين. هكذا كانت معادلة آنذاك أذكرها، وكأن كمال جنبلاط أمامي في هذا الموقع اليوم. فدخل كمال جنبلاط آنذاك في حديث غير لائق إذا صح التعبير ضد الطائفة العلوية كعلوية. ما لنا والطائفة العلوية؟ هم علويون، نحن دروز، وفي شيعة، في إسماعيلية. هذه خصوصيات ذاتية إسلامية لا علاقة لنا بها. دخل بتحريض من هؤلاء، وأعتقد أن هذا الأمر ربما أدى لاحقا إلى اغتياله من بعض المتطرفين الذين رأوا في كلامه تجريحا بكرامتهم. هذا بالمعنى العقائدي. بالمعنى السياسي يبدو أنه كان لابد من الخلاص من كمال جنبلاط كعقبة للحل آنذاك، الحل العربي والدولي بعد اتفاق الرياض والقاهرة، أو القاهرة والرياض، لا أملك المعطى الآن. رياض القاهرة. فكان لابد من تصفيته. لا نعرف بالتأكيد ما إذا كان السوريون هم الذين قتلوه، ولكن الاعتقاد السائد هو أن جهاز استخبارات سوري قتله، وهذا بالتأكيد كان رأي ابنه وليد. أعتقد أنه إذا كان السوريون هم الذين قتلوه فإن هذا قد يعود إلى نزعة انتقامية في شخصية حافظ الأسد، فهو لم يكن ينسى أو يغفر أبدا التصرفات التي كان يعتبرها منافية للعقل وموجهة ضده. وعلينا ألا ننسى أن أزمة لبنان
بدءا من عام 76 وصولا إلى عامي 82 و 83 شكلت امتحانا عسيرا لسوريا وللأسد شخصيا. لقد رجا كمال جنبلاط وياسر عرفات ألا يتصرفا كما فعلا، واعتقد أنهما يتصرفان برعونة ودون بصيرة، وأنهما لا يدركان ما يقومان به، وإن تصرفاتهما كانت تقوض القضية العربية برمتها، ولذا أعتقد أنه انتقم بطريقة وحشية. ثار الدروز لمقتل زعيمهم، وكان رد الفعل الفوري قتلهم لنحو 200 مسيحي من سكان الشوف. فلتوا الدروز وراحوا يفتشون عن أمر واحد هو الثأر. لا يقدرون أن يثأروا من الكبير أو من قوة كبيرة، فضلوا الثأر من الصغير أي من المسيحيين المتواجدين في منطقتهم. الخلف الوليد رعاه الله وحماه. وارتدى وليد جنبلاط عباءة زعامة الطائفة الدرزية. وبينما هدأت الأوضاع نسبيا في بيروت، انفجر الوضع في الجنوب، فاندلعت معارك بين الفلسطينيين واليمين اللبناني. إلا أن مشاكل الفلسطينيين لم تكن مع اليمين اللبناني وحده، فقد ضاق مسلمو الجنوب اللبناني ذرعا بتصرفات الفدائيين وتجاوزاتهم. بقول هالشيء بحزن لأنه بالواقع شعب مقهور، ولكن إذا أقدم على قهر شعب تاني غير مسؤول عن مصيبته بيكون عمل عمل كويس. يعني في الحقيقة كانت تجاوزات جزء مكون من الوجود الفلسطيني، هي بذاته هي غير منسجمة غير منظمة، والوحدات النظامية للفلسطينيين غير منظمة، فكيف بالأحرى الميليشيا والقوى الملتحقة بالفلسطينيين والمرتزقة مع الفلسطينيين. ثم أن السد لم يقم سدا في وجهها، وهنا قصور الحركة الوطنية اللبنانية في عدم مواجهتها منذ البداية لهذه التجاوزات بموقف حازم وحاسم وفعال. ثم ثالثا لكون يمكن العناصر اللبنانية الملتحقة بالمقاومة الفلسطينية كانت أكثر سوءا من العناصر الفلسطينية لكونها تحتمي بالبطاقة الفلسطينية لتمارس ممارسات غير سليمة. بس فلنكن صريحين، هل وحدهم الفلسطينيون تجاوزوا؟ القوى الأخرى النظامية العسكرية التي دخلت إلى لبنان لم تتجاوز؟ هل بقي مكان زارته وحدة عسكرية ما إلا ونهب بأسره بما في ذلك البلاط والتواليت؟ كان الأمل في انتهاء الحرب قد بدأ يتلاشى، وواصل معسكر الحرب تخريج المقاتلين. دعت دمشق أطراف الحركة الوطنية التي استمرت في معارضة تدخلها للقبول بالحل الذي توصلت إليه القمتان العربيتان. حصل ذلك فأخبرونا أنهم كانوا في دمشق وأنهم طرحوا يعني وساطة، ورفضت هذه الوساطة، وأنه يمكن أن نقبل إذا ما قمنا بهذه الخطوات، وأن القرار كان متخذا حولنا، ولكنهم هم استطاعوا تأجيله لمدة أسبوع فقط. وقال رفيقنا عمراد ويكاد يبكي من شدة التأثر: يا جورج يا محسن، ما بنقدر أكثر من هيك، لقد أعذر من أنذر. نحن شكرناهم على هذه المصارحة وطلبنا منهم يعني الهدوء لكي نفكر. عندنا مهلة أسبوع، يجب فعلا البحث الجدي بمسؤولية عن مصير الوضع الوطني لبنان، ليس كأشخاص. ولكننا كنا ندرك أن هذا المسار خطأ، هذا المسار خاطئ. في ذلك الأسبوع تفاجأ الكل بخبر زيارة السادات للقدس، فتغير كل شيء، سحب الإنذار.
شكلت زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وبوادر اتفاق كامب ديفيد نقطة محورية في الصراع على أرض لبنان. وأدرك الرئيس سركيس أهمية هذه الزيارة. نظر إلينا الرئيس سركيس وقال: لم يعد لي حل لأزمة لبنان، من اليوم وصاعدا سأبدأ بإدارة الأزمة وليس بحلها. حين ذاك طرأ تبدل على دور القوات السورية في لبنان، فبدلا من أن تتولى تطبيق اتفاق القاهرة وإحياء الدولة اللبنانية، دخلت في تحالف مع المنظمات الفلسطينية، الأمر الذي ترك الحرب اللبنانية على حالها. بين الثورة الفلسطينية وسوريا قامت سوريا بمراجعة سياسية واستراتيجية، فأضحى خصم الأمس حليف اليوم، وعاد نوع من التفاهم السوري الفلسطيني. واعتبر وزير الخارجية السوري أن العلاقة التي بناها رئيس حزب الكتائب بيير الجميل مع دمشق لم تكن أكثر من مناورة. سوريا اعتبرت، وأنا مرة قال لي أبو جمال بشكل واضح، قال لي الشيخ بيير عم بيتزاكى، بمعنى أنه عم بيرسل ابنه أمين لعنا، وعم بيرسل ابنه بشير لتل أبيب. بدأت تظهر في هذه الآونة بوادر انشقاق في صفوف الجبهة اللبنانية اليمينية تركز حول الدور السوري في لبنان. وظل عضو الجبهة الرئيس السابق سليمان فرنجية مؤيدا للدور السوري، وبدأت تحصل اشتباكات بين مؤيدي فرنجية وأنصار الكتائب في شمال البلاد معقل فرنجية. في 78 حصل نوع من الفهم الخاطئ المسيحي أن التدخل السوري أدى وظيفته، أوقف التدخل الفلسطيني، أوقف المد اليساري الجبهة والقوات الوطنية اللبنانية، ارحلوا، انتهى دوركم. وعادت بذاك الوقت ما نعرف الاتصالات الإسرائيلية المسيحية تتجدد على أساس إنهاء هذا الوجود السوري. ظهر توجه في اليمين يحبذ المزيد من التقارب مع إسرائيل على حساب العلاقة مع سوريا. ساءت علاقة بشير الجميل بسوريا، وبدأت الإساءة سوء العلاقة بين بشير وسوريا في منتصف تشرين الأول 76، وأعتقد أن ذلك جاء نتيجة خطأ تاريخي من بعض أعضاء القيادة الكتائبية. بدأ ينتج عن ذلك توسيع خط العلاقة والتعاون بين جزء أساسي من الفريق المسيحي مثله بشير جميل وداني شمعون وهذه التركيبة مع إسرائيل على حساب إعادة صياغة العلاقات المسيحية الإسلامية في لبنان واللبنانية مع سوريا. هنا الخطأ التاريخي لليمين اللبناني، الخطأ المدمر الذي لا يتكرر ولا يصحح. أقول لك بمسؤولية انتهى، يعني انتهت سيطرة اليمين اللبناني بالمفهوم الطائفي، جاء يمين جديد أعتى بمفهوم طائفي جديد، بس ذلك اليمين اللبناني انتهى دون رجعة في ذلك الوقت، حيث من وراء ظهر سوريا وعلى دماء الحركة الوطنية والمقاومة وجثة كمال جنبلاط نكر الجميل ومد يده إلى إسرائيل. أواخر العام قام وزير الخارجية الأمريكي سايرس فانس بزيارة إلى المنطقة شملت لبنان، إلا أن نظيره اللبناني لم يكن متفائلا بأي انعكاسات إيجابية لما يدور في المنطقة على بلاده. كانت
مشكلة الرئيس سركيس وعهده ما كانت الظروف الداخلية والعربية والدولية بتساعد على إيجاد حل للمشكلة. ما كان في نضج لأي من أسباب الأزمة حتى تنحل. أدركت هالشيء من بعد ما استلمت، دخلت الوزارة ب4-5 أشهر، وكان كل هم الرئيس سركيس وكل همي أنا إنه نمنع، نوقف تدهور بقدر الإمكان، نحافظ على التماسك بالبلد، ونمنع التقسيم، ونسلم بلد بعده قائم بحد أدنى من المقومات، لعله بيجي وقت الحل بيصبح ممكن. في 7 من شباط فبراير من عام 1978 تعرض جنود سوريون لإطلاق نار من قبل جنود لبنانيين في ثكنة الفياضية في بيروت الشرقية، فسقط أكثر من 30 قتيلا معظمهم من الجنود السوريين. ثارت ثائرة الرئيس الأسد ووصف الحادث بأنه فخ ومجزرة، فأرسل الرئيس سركيس وزير خارجيته إلى دمشق. كان كثير نائم على الحادثة وعم يحمل مسؤوليتها للقوات اللبنانية ولمن وراء القوات اللبنانية من برا، وكان كثير نائم. ولكن بدي أعترف بشغلي بالنتيجة فيما يتعلق بالملاحقات كان بالأول مصر على أنه هالشيء هيدا يعالج عبر محكمة عسكرية ميدانية. ومن بعد مقابلتي له للساعة 4 صباحا وثاني نهار رجع وافق على أنه ينعمل ترتيب أمام المحكمة العسكرية ضمن ترتيب معين بين سوريا ولبنان بدون ما تكون محكمة ميدانية. تراجع الأسد عن مطلبه بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود اللبنانيين مقابل بيان تصدره الجبهة اللبنانية تعلن من خلاله أن ثقتها بالسياسة السورية ما تزال كاملة. لكن هذا لم يضع حدا للتوتر بين اليمين اللبناني وسوريا، فباتت الاشتباكات بين الطرفين تتكرر باستمرار. وصل الوضع في جنوب لبنان إلى ذروته في آذار مارس من هذا العام، عندما شنت القوات الإسرائيلية ما وصفتها بعملية الليطاني، حيث غزت الأراضي اللبنانية واحتلتها وصولا إلى نهر الليطاني. كان الهدف مزدوجا من عملية الليطاني في آذار مارس من عام 78. أحد الهدفين كان امتحان المصريين، إذ كنا نتفاوض على اتفاقية كامب ديفيد. كانت المبادرة السلمية مع المصريين لا تزال قائمة، وأراد بيغن أن يختبر ردة فعل السادات في حال وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لخوض عملية عسكرية على جبهة أخرى. وكان وايزمان وزير الدفاع متفقا تماما مع بيغن. والهدف الثاني كان خلق منطقة منزوعة السلاح وصولا إلى نهر الليطاني ومحاولة إبعاد منظمة التحرير. أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 425 القاضي بانسحاب إسرائيل من لبنان وبإرسال قوات دولية إلى لبنان للإشراف على الانسحاب. قامت القوات الإسرائيلية التي بدأت بالانسحاب بتسليم أجزاء كبيرة من المناطق التي احتلتها إلى الرائد سعد حداد، ليتم إنشاء ما سمي بالحزام الأمني وميليشيا جيش لبنان الجنوبي. وبينما اتهم حداد القوات الدولية بتوفير غطاء للفلسطينيين، واجهت قوات الأمم المتحدة مشاكل مع الفلسطينيين واللبنانيين، فقد هاجم الفلسطينيون الجنود الدوليين وألحقوا خسائر بالأرواح والمعدات بممثلي المجتمع الدولي في لبنان. لأن وجود القوات الدولية سيمنعنا من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان واضحا هذا الأمر. وبعد ذلك الحقيقة بنينا علاقات جيدة مع قوات الدولية، وزلت أذكر أن هذه القوات بدت تتفهم معنا إلى حد كبير أنه نحن نريد أن نناضل من أجل
استرداد وطننا. التهبت الأجواء صيفا، ففي حزيران يونيو أرسل قائد ميليشيا القوات اللبنانية بشير الجميل وحدات من ميليشياته بقيادة سمير جعجع للإغارة على بلدة إهدن الشمالية إحدى معاقل آل فرنجية انتقاما لمقتل مسؤولين كتائبيين في الشمال. فكانت مجزرة قتل فيها طوني فرنجية ابن الرئيس السابق سليمان فرنجية وزوجته وطفلتهما البالغة من العمر 2.5 سنة وأكثر من 30 من أنصاره. يقول الكتائبيون المقربون من بشير الجميل إن خطته لم تكن تقضي بارتكاب مجزرة. عملية كان المقصود منها اختطاف طوني فرنجية واصطحابه إلى بيروت واقتياده إلى بيروت بغرض وقف العمليات التي كانت تتم مطاردة الكتائبيين في الشمال. ولكن المحاولة أدت إلى اشتباك بالرصاص وإلى مقتل طوني فرنجي وعائلته. إلا أن هناك وجهة نظر مسيحية أخرى. ابتسم بشير وقال لي لا، الخطة الأساسية كانت أن نذهب نخطفه، نلقي القبض عليه، نأتي به إلى الشرقية ونجبره أنه يسلم الذين قتلوا الكتائبيين. ولكن بابتسامة صغيرة قال لي ولكن عندما سلمت سمير جعجع قيادة هذه العملية كنت أعرف أن الأمور لن تجري هكذا. بالحقيقة الأمور حتى مع سمير جعجع ما جرت هكذا، لأنه سمير جعجع أصيب قبل وصوله أو قبل الوصول إلى قصر إهدن، وبالنهاية تمت العملية. أنا أعتقد أنه الفكرة الأساسية كان أنه يمكن، وهذه فكرة إسرائيلية، يمكن أن نضحي بشخص في سبيل قضية. واتهم حزب الكتائب القوات السورية بالانتقام من مدنيين مسيحيين لمقتل فرنجية. أول ردة فعل العملية تمت في القاع، بلدة القاع المسيحية في أعلى البقاع، عندما اقتيد ما يقارب 40 شابا وتم رميهم كلهم دفعة واحدة بالرصاص مقابل الذين قتلوا في مذبحة إهدن. من تولاها القوات الخاصة السورية. تدهورت الأوضاع في أوائل تموز يوليو، فاندلعت اشتباكات بين القوات السورية وميليشيات القوات اللبنانية قصف فيها الجيش السوري شرقي بيروت بعنف. تأزمت العلاقات بين دمشق والرئيس سركيس الذي كان اسميا القائد الأعلى لقوات الردع العربية، فخرج عن صمته وأعلن أن الرئيس الأسد هو الذي أعطى الأمر لقوات الردع بوقف القصف. قدم سركيس استقالته ثم عاد عنها بعد أيام. طب إذا كانت هذه الثقة هالقد مطلوبة أو معطاة لرئيس جمهورية منتخب أن يكون هو الآمر الناهي لقوات الردع العربية، فبالأحرى أن واحد يوثق فيه بتحليل التوازنات والحساسيات المجتمع اللبناني كله سوا، وأن لا يقال أنه والله المجتمع اللبناني بكل طوائفه وشرائحه يؤمر كما يؤمر المجتمع السوري. مش صحيح. يعني أنه والله صار مشاكل بمدينة معينة بسوريا فالحل تبعها أنه نقصفها، حل وصار حل ونجح. إنما بلبنان مش هيك. لبنان القصف يولد القصف، والمعارك العسكرية تولد معها العسكرية وتولد قتل ودمار وإلى آخره، وما في حلول. واستمر قصف بيروت الشرقية، واتهم الرئيس اللبناني كلا من الكتائب والسوريين بقصف القصر الرئاسي، الأمر الذي نفاه الطرفان. وفي لغز من ألغاز حرب لبنان، في 25 من آب أغسطس عاد السيد موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى بيروت بعد زيارة لدمشق، وغادر في نفس اليوم متجها إلى الجماهيرية الليبية، واختفت أخباره منذ ذلك الحين. أعلنت ليبيا أن الصدر غادرها متجها إلى إيطاليا، بينما نفت روما أن يكون قد وصلها، وثارت علامات استفهام على علاقة ليبيا وأطراف فلسطينية باختفاء الصدر.
إلا أن قياديين فلسطينيين ينفون ذلك ويستشهدون بعلاقاتهم معه ويعبرون عن إعجاب بشعارات رفعها الصدر. لما اجت القوة الفلسطينية اعتبر عدد كبير من القوى السياسية بما فيها سيد موسى الصدر حركة المحرومين أن هؤلاء هم حلفاء طبيعيون لهم. من قاتل الظلم قاتل الحرمان، والمحروم من حريته كالمحروم من لقمته، والسلاح زينة الشباب. كلام المحرومين. إلا أن حركة أمل أصرت على ضلوع الفلسطينيين والليبيين في اختفاء الإمام. أعتقد أنه الليبيين قاموا بالعملية، عملية الخطف والتغييب والأسر يعني مصلحة موقف فلسطيني هو بالنتيجة لا يعكس موقف الشعب الفلسطيني بقدر ما يعكس موقف بعض القيادات الفلسطينية التي يعني كانت مرتاحة إلى حضورها السلطوي في لبنان. ويتحدث مرجع شيعي لبناني كبير عن دور لأطراف فلسطينية وإقليمية في اختفاء الصدر. حجم هذا الرجل أخاف بعض الخطوط السياسية في المنطقة، ولا أستطيع أن أتحدث عن تبرئة بعض المنظمات الفلسطينية في هذا المجال. واستمرارا لمسلسل الحرب بين دمشق واليمين اللبناني، أصدر مجلس الأمن الدولي في 6 من تشرين الأول أكتوبر قرارا دعا فيه سوريا دون أن يسميها إلى الكف عن قصف بيروت الشرقية. كانت سوريا تحرص على أن هذا الأمر عملية أمنية في الداخل، فتطورت وأخذت حجما وأصداء بلغت مجلس الأمن الدولي. وقرار مجلس الأمن الدولي هو اعتراف صريح بأن الحرب ليست حرب أهلية، حرب بين اللبنانيين والقوات السورية. تلك أهمية ذلك القرار. هذه كانت رسالة موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة لدمشق، وكانت هذه رسالة موجهة بمناسبة موضوع لبنان، ولكن كانت موجهة للضغط على سوريا بموضوع الشرق الأوسط. يعني كانت السياسة الأمريكية في تلك اللحظة كالآتي: نترك لك يا سوريا أن تتصرفي في لبنان مقابل أن تتركي لمصر أن تتصرف في المنطقة. بعد ذلك بنحو 10 أيام جاء دور العرب مجددا، فانعقد اجتماع بيت الدين لوزراء خارجية الدول العربية المشاركة في قوات الردع والمساندة لها. تمكن الرئيس سركيس بمساعدة السعودية من إقناع دمشق بسحب القوات السورية من منطقة الأشرفية وإحلال قوات سعودية وسودانية مكانها. رحب أركان الجبهة اللبنانية بهذه التسوية، وهكذا انتهت ما عرفت بحرب 100 يوم بتكريس القطيعة بين سوريا والمسيحيين وبفتور العلاقات بين الرئيسين الأسد وسركيس. أما بشير الجميل فقد اعتبر انسحاب القوات السورية نصرا مؤزرا. كانوا يحاولون تطبيق القوانين والأنظمة السورية في لبنان. كانت العاصمة هدفهم الأساسي، إلا أننا أبدينا مقاومة باسلة ورفضنا الاحتلال. نحن نثق بالسعوديين ونعرف أنه ليست لديهم مطامع في لبنان، وأعتقد أن خطأنا كان السماح منذ البداية للسوريين بدخول مناطقنا. في كانون 2 يناير من عام 1979 تلقت منظمة التحرير الفلسطينية ضربة عنيفة عندما اغتالت إسرائيل علي حسن سلامة المعروف بأبو حسن المسؤول عن قوات 17 أي أمن ياسر عرفات. خطورة أبو حسن سلامة إنه كان هو خط الاتصال مع المسيحيين، وكانت المخابرات الإسرائيلية بهمة أن تقطع هذا الاتصال، وخط اتصال سري مع الأمريكان، وكان هيدا الأخطر وبهمة أنه توقف هذا الاتصال.
حاول بشير الجميل تحذير سلامة من خطر على حياته قبيل اغتياله من خلال موفد بعث به إلى أحد محازبيه. يوم الاغتيال كان عنده مرافق الله يرحمه اسمه جميل، شاب فيري هانسوم وسيم من رام الله. أنا كنت في دمشق في المسجد الوطني، فإجا على البيت عنا وطلب استعير سيارتي المدنية، مش السيارة المدنية، مشان يقطع فيها على الشرقية، لأنه سياراتهم كانت رينج روفر والظرف ما بيساعد إنه، فاستعار سيارتي المدنية من زوجتي وراح على الشرقية، والرينج روفر تبعه وقفها باب البيت عندي. بعد ساعة ونص برجع، فزوجتي بتقول له تفضل اشرب فنجان قهوة، قال لها مستعجل كتير ورمى المفتاح على الطابق الثالث رمي. قال لها في رسالة مهمة لأبو حسن من الشرقية. وركب الرينج روفر ولحق كان أبو حسن طالع بالموكب تبعه سيارته الكبيرة والحراسة. بوقف قبل الانفجار بدقيقة، بوقف، فجميل بيقول له في رسالة مهمة من بشير، تحذير من بدهم يغتالوك. فأبو حسن بنزل واحد من المرافقين اللي بسيارته نفسها، بقول له اطلع بسيارة المرافقين واطلع يا جميل معي عشان تحكي لي. وبقول للشوفير كمل، ما لحش يحكي له لأنه انفجرت السيارة، مات هو ومات جميل، والمرافق اللي كان قاعد بالسيارة نفد ونيجي بالسيارة الورا. وبالفعل بشير وصل خبر تو ليت انه بدهم يقتلوه. كان أبو حسن يوصف بأنه الابن المدلل لعرفات، ولكنه كان في نفس الوقت يتعرض لاتهامات عديدة. ليلة من الليالي زارني أبو حسن الساعة 3 الصبح، وكان وقتها مثار موضوع أبو حسن وعلاقته بالكتائب والأحرار وإلى آخره وهذا. قعد وبكى، وقال لي يا بسام أنا كبش الفدا. الليلة كنا باجتماع، بنقلش إنه أبو إياد كان قاعد، بنقال أبو حسن سلامة، بنقالش إنه فلان وفلان كانوا قاعدين، بنقال إنه أبو حسن سلامة. بنقالش إنه أبو حسن سلامة كان له رأي مختلف. هذا جوابي. بدا وكأن لبنان بات رهينة لانعكاسات التطورات الإقليمية، فلم يستتب السلم ولم تكن الحرب معلنة بشكل يومي. انسحبت القوات السعودية من قوات الردع العربية وتلتها الكتائب العربية الأخرى. في طهران أمرت أول حكومة إيرانية إسلامية الكتيبة الإيرانية العاملة في قوات الأمم المتحدة بالعودة إلى البلاد. واتهم بعض أركان الحركة الوطنية الدول العربية بالتآمر ضدها. ما يعني كان ما زال الصراع بيننا وبين سوريا في ذروته، وكان الانسحاب يعطي فراغ لدخول القوات السورية على قاعدة نفس العداء السابق. هذه كان المنطلق من ذلك. ثم طبعا انسحب السودانيون وانسحب الليبيون وانسحب الآخرون، حتى اليمنيون يعني أعطونا دروس في الوطنية، وواجهنا قدرنا اللي كنا ندعو إلى مواجهته من البداية. البحر من ورائكم والصديق والأخ من أمامكم يعني.
حاولت الحكومة اللبنانية بناء الجيش وزيادة كفاءته، وقامت بإرساله إلى الجنوب، إلا أنه جوبه بمعارضة يسارية لبنانية وفلسطينية وبالقصف من قبل ميليشيا جيش لبنان الجنوبي بقيادة سعد حداد، الذي أعلن قيام دولة لبنان الحر نتيجة لاستمرار الاحتلال السوري والفلسطيني للبلاد كما قال. بدأت مرحلة جديدة في حرب لبنان كان هدفها المواطن البريء، وكانت أدواتها السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. استخدمت إحدى هذه السيارات المفخخة لمحاولة قتل قائد ميليشيا القوات اللبنانية بشير الجميل. اتهم الفلسطينيون وآل فرنجية بتدبير المحاولة، إلا أن الانفجار أودى بحياة ابنة الجميل البالغة من العمر 1.5 سنة. في 7 من تموز يوليو من عام 1980 قضى بشير الجميل على ميليشيات نمور الأحرار بعد معارك ضارية أدت إلى حمام دم ذهب ضحيته العديد من الأبرياء. يعني العملية العسكرية اللي انعملت بالصفرة واللي دفع ثمنها أولا أبرياء ما لهم علاقة بشيء، ناس كانوا ساكنين بالأكوا مارينا أو بالصفرة، ما لا علاقة لهم. 2 كمية من المقاتلين الذين ماتوا من الفريقين. 3 عمليا انكسار حزب الأحرار. 4 تهجير داني شمعون من المنطقة. ولكن تمت المحافظة على حياته. تمت المحافظة على حياته لعدم الوقوع برأيي بخطأ أهدٍ، بس بالنتيجة أحد قيادات هذه المنطقة كان وهذه الميليشيات داني شمعون صف قاعد بالغربية أو بالمنطقة الأخرى حاميين الناس اللي كان عم بيقتلون. وهذا الشيء شغلة مش طبيعية، وهذه يعني قد ما تقول شارعك ما بيحبك تعملها وتوصل واحد مثل داني شمعون عليها. أصبح بشير الجميل قائدا أوحدا لليمين اللبناني، ورأى البعض في وصوله لغايته القيادية دروسا مستمدة من حلفائه الإسرائيليين. قال لي بشير: أنا تعلمت بإسرائيل قصة الألتلينة، يعني هي قصة هذه الباخرة الذي أتى بها بيجين عند نشوء الدولة الإسرائيلية. ذهب بيجين كان بعد ما في دولة إسرائيلية، جمع السلاح وإجا. بهذه الفترة أعلن بن غوريون نشوء الدولة الإسرائيلية. عندما وصل وأراد أن ينزل سلاحا إلى إسرائيل رفض الجيش الإسرائيلي، لأنه صار في دولة وكان ممنوع إذن وجود ميليشيات. طبعا بيجن ما قبل، أعطوا لضابط كان اسمه موشي ديان الأمر بإطلاق النار على الباخرة التلينة. أنا أعتقد هذه القصة التي رواها لي بهذا الشكل بشير وأراد أن يوحي، واستنتجت منه أنه الاستراتيجية الإسرائيلية أو العقيدة الإسرائيلية يلي بيخبروها عن كيفية نشوء إسرائيل تقضي بأنه الشخص الفرد لا أهمية له أمام القضية. القوات اللبنانية ارتكبت مجازر بالأحرار، مجازر الصفرة، ما لحقوهم واحد واحد يطخوهم. وهذا أسلوب استخدمه بن غوريون لتوحيد العصابات الصهاينة، شتان والإرغان والى آخره، مشان يعمل منها جيش واحد. فبشير جميل استخدم العنف ضد جماعته مشان يوحدها بالقوات اللبنانية، ووحدها بالقوات اللبنانية. ماذا فعل بشير في المراحل الأولى لاتصالاته رفيعة المستوى مع الإسرائيليين؟ لقد أبدى شغفا بتاريخ إسرائيل. كان يقول للناس كم تعلم من الحركة اليهودية السرية خلال فترة الانتداب البريطاني، وكيف يريد أن يقلد ذلك النموذج، نموذج الهجنة ووحدة البالما التي نشأ منها الجيش الإسرائيلي قبل قيام دولة إسرائيل.
بشير كان صريحا، وكان كذلك رجلا متحمسا، وكان أيضا يتسم بالرجولة. الإسرائيليون الذين شاءوا أن يعجبوا به أعجبوا به. لم يكن كثيرون على علم بالاتصالات التي كانت جارية معه، ولكن عددا كبيرا ممن كانوا يعرفون بذلك الأمر وصلوا إلى درجة اعتقدوه فيها واحدا منا. أصبح بشير الجميل العامل المحرك في بلد باتت الأوضاع فيه تراوح مكانها، ولتأكيد هذا كان بشير على وشك أن يخوض مغامرة جديدة.